ماشي. صباح الخير. بالظبط الموضوع عامل زي ان واحد خلى عمل طريق واحد حارة واحدة وجاب اتنين، في كل واحد جاي من اتجاه، واقنع الاتنين ان هم ماشيين صح بكلامه، والاتنين ماشيين ولبسوا في بعض وهو واقف يتفرج ويضحك، وهم ولا هم هنا الاتنين بيتخانقوا مع بعض، الاتنين كانوا ماشيين صح، هو يعني ده انت غلطان وده انت اللي غلطان، مخدوش بالهم ان العمل ان اللي قال لهم كده ان هو اللي مش هو غلطان، يعني في حد تالت هو اللي قال لهم ان الطريق ده صح وقال لي ده الطريق صح. انت ركز معايا بقى، مش تتخانقوا مع بعض، يعني مش خناقكم مع بعض، بس خليكم مع التالت اللي قال لكم انتوا الاتنين ان الاتجاه ده صح. في آية في القرآن بتقول ايه؟ تمثل الشيطان يستعمل الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء مما يخاف الله رب العالمين. مش دعوة أنا بس قلت لهم هم ساعتها قلتلهم كلمة، هم كملوا الموضوع، مش حاجة، أخاف ربنا عنه كمان، ماليش دعوة، مش أنا، مش أنا قلت لك اضربه، أنا قلت لك أنت صح بس مش كده، ماليش دعوة، أنت اللي ضربته وهو اللي تاني العكس. بالظبط تركي آل الشيخ عمل كده، جابها كده ايه تسلسل بسيط، هو كان عايز يجيبها من فوق فمعرفش، فابتدى يجيبها من تحت. هو لما دخل الاهلي قال لك ايه، بحب النادي الاهلي ومش عارف ايه وانا مشجع، مع اننا ما كناش نسمع اصلا عن تركي آل الشيخ ده، يعني من اول ما مسك مستشار ولي العهد في السعوديه هو ما كانش حد يعرف عنه حاجه، لحد ما مسك الكوره ولا اسمها ايه عندهم دي بتاع زي اتحاد الكوره كده عندنا، ابتدى بقى اسمه يتداول، بس هو عمره ما صرح بانه بيشجع الاهلي بشكل او ما يعني. المهم انه فجاه كده بيشجع الاهلي، فالراجل دخل قعد مع الناس، في رجال عمل كتير بتحب الانديه فبتقعد مع مجالس الادارات وساعات بتمول صفقات يجي لك، فده بيحصل طبيعي. فالاداره من عطفه الزياده ومن كلامه وحبه اللي بيقوله قال انه ادوله اسمها ايه الرئاسه الشرفيه. الباشا يسكت؟ لا، ايه ده، انا رئيس النادي الاهلي بجد هعمل بقى اللي انا عايزه، ابرطم؟ لا انا مش نافع البرطعه، والجمهور هزقني وطال عمره المهم فمش ينفع، راح رايح للزمالك. هو انت عندك قطبين، شاء من شاء وابى من ابى، انت عندك قطبين يعني اكبر ناديين في مصر الاهلي والزمالك. هو راح للكبير قوي ما جابش معاه، راح للي قصاده، يعني حاجه بسيطه اقل شويه بس راح للي قصاده، خد بقى صفقات جروس، خد لعيبه، خد مش عارف ايه، خد فلوس وبدليل كلام مشروع نصور في لقاء مع احمد موسى قال لك انا واخد من تركي آل الشيخ فلوس مليون جنيه، مليون دولار هديه. احمد موسى قال له مليون دولار في حد بيدي مننا؟ قال له رجعوا الفيديوهات، رجعوا اليوتيوب، ما بيجيبش، مش هجيب فيديوهات انا، ترجعوا اليوتيوب عشان انا مش ناقصه فيديوهات من دي. المهم ما نفعش برضو الموضوع وتهزق كتير ولسه التهزيق شغال، ما هو انت بتلعب على وتر مش لطيف، خناقات جماهير. رايح للاسيوطي واشترى النادي وبقى بيراميدز عشان يضرب بقى، ما كانش معاه برضو وتهزق. طب ايه يا جدعان، انتوا ايه سكتكم ايه؟ طيب راح سايب الرياضه بقى وركن كده وباع النادي وقال لك ايه، هتفضلي من ايه، من السبوبه دي عشان مش نافعه وانا بتهزق على الفاضي، احنا نخش في لعبه تانية. رايح للفن وهيئه الترفيه بقى وايه وهاص ونجوم، واشترى اللعيبه واشترى نجوم واشترى فنانين واشترى كتير وكتير رخاص، بقيهم فئات كتير يعني بقى طلعت ميلانه بقيهم فئات بسم الله ما شاء الله يعني. المهم اشترى البيه، اشترى حلو، يعمل ايه بعد كده بقى؟ راح لافف تاني وراجع كوره بقى، الاهلي بشجع الاهلي، حلو بتشجع الاهلي بس انت مش طبيعي، تصرفاتك مش ما تنفعش. راح موضوع بقى الماتش اللي اتعمل ده وانه بيشجع الاهلي طبعا في شويه ضعاف النفوس كده اللي هو عايز اي سبوبه، فكان بيقول لك المشكله ان صالح تركي آل الشيخ. هي المشكله مش في ان النادي الاهلي، يعني دايما القضيه مش في ان هو النادي الاهلي وخلاص، انت مش واخد بالك ان هو عمال يعبس في البلد كلها، فن بقى رياضه اي كان دايس فيه بيعبس. الفكره مش انت داخل في مجال بتستثمر فيه، بس انت بتشتري لعيبه، انت عايز تاخد الدوري، يعني انت متخيل كده ان هو عايز ياخد البطوله
ياخد ماتش من الدوري المصري يتلعب في السعوديه. هو مش منطقي في اي بلد في العالم. يعني ده عبث غبي، ده عبث غبي. فلا ان الموضوع برضه ما مشيش، وفي سخط كده على الموضوع، والموضوع مش ماشي زي ما هو محتاج. راح مخبط بقى بالمكالمه بتاعت احمد شوبير الاخيره دي، وراح مخبط اليافطه بتاعت يا ابني انت متابع السوشيال، سيبك من ان انت مش بتيجي مصر اصلا. انا ما بجيتش مصر، هي اليافطه بتاعتي اتنزلت ولا لا؟ يعني انت ما بتجيش مصر على راسي، حلو معاك، بس بتابع السوشيال ميديا وشفت الصور اكيد بتاعت يافطه سيادتك وهي مرميه في الارض في النادي الزمالك. فما تستهبلش على متنها لنا. مش بتيجي مصر بس بتشوف الصور، ما نستهبلش. فلعب بونتا حلو، راح مخبط ده في ده، وجمهور الاثنين من بعض ضعفاء النفوس خبطوا بعض صح بقى، وهو قال مش عارف ايه، وانت اصل شتمني، وانت يا جدعان يا جدعان، انتوا اصحاب البلد دي، انتوا اصحاب البلد دي. ما تخلوش واحد غريب يعني مش عايز اشتم شتايم مش لطيفه، ولا واحد صايم ملوش لازمه يجي يخبطكم في بعض وانتوا تروحوا معاه كده زي بتاع الحلاوه عشان تركبوا ترند، ولا عشان سوشيال، ولا عشان مشاهدات، ولا دي كارثه، دي كارثه يا جدعان. هو في النهايه مش من هنا. يعني هو لو خبطكم في بعض وانتوا خبطتوا وهو مشي، ولا كمثل الشيطان حرفيا، يعني هيبقى حرفيا اللي هو ايه ده، انتوا بتخبطوا في بعض، انا مالي، مش انا. وانتوا مش هتستوعب ده. يعني هو في تعصب والدنيا مخبطه وتحفيلات، وفي هو واحد يجي يروح رامي شويه جاز وهو كمان عود كبريت، وانت تساعده بتزود جاز فوق الموضوع. مش منطقي. ارحموا نفسكم شويه، بلاش ترموا ودانكم مع كائنات مش محتاجه صلاحيتكم، لا صالح الاهلي ولا صالح الزمالك. ده ما بيدورش على صالح حد فينا، لا اهلي ولا زمالك. ما بيدورش على صالح حد فينا في البلد، ما بيدورش على صالح نفسه بس. اشترى فنانين شايفين المسخره اللي بتحصل في الفن، بنبيع نجوم. واذا كان بقى حتى الاعلام الرياضي من احمد شوبير ولا مدحت شلبي ولا الناس دي ما تنزلش برخصهم. حتى لو مش بتاخد فلوس ولا بتاخد فلوس مش هتفرق. يعني لو انت بتحابيله من غير ما تاخد منه فلوس فده رخص برضه، رخص. حتى لو نيتك انك تحفل على الفرقه التانية بس بحجه الاخ ده طال عمره، فانت بتقلل في نفسك بشكل غبي. وده يعني ده عبث مع نفسك شخصيا. فكفايه عبث بقى، وارحموا نفسكم وارحموا البلد اللي انتوا عايشين فيها. بلد مش ناقص اصلا، فما يجيش واحد ملوش لازمه يسخنكم على بعض وانتوا تسخنوا زي ربنا يرحمنا.